السلام عليكم. تطورات هي الأخطر في ملف شديد الخطورة، ملف اللاجئين على الأراضي المصرية. فخ هو الأسوأ ينتظر مصر، اقتصاد مصر، مستقبل مصر، وناس مصر اللي بيغلوا. غليان في الشارع المصري لا ينبغي أن تتجاهله الحكومة والأجهزة الأمنية من تعامل الحكومة المصرية مع ملف اللاجئين. حكومة الدكتور مدبولي بحسب الشارع عاملة ودن من طين والتانية من عجين، وتتجاهل مطالب المواطنين فيما يخص موضوع اللاجئين في الوقت اللي للأسف الإعلام المصري فيه منشغل وسايب مناقشة الملف الأهم، ملف اللاجئين. اللاجئين أصبح قنبلة موقوتة هتنفجر أو على وشك أن تنفجر في أي وقت، يجب أن تحذر منها قبل فوات الأوان. أوروبا ذات الاقتصادات الغنية المستقرة بتستغيث من عشرات اللاجئين فعليا وحرفيا، ومصر صاحبة الاقتصاد الضعيف المديون تفتح ذراعيها لملايين اللاجئين. كأن لسان حال المصريين هو أنا مفروض أتحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادي وأتحمل فاتورة استضافة ملايين اللاجئين؟ ده سؤال مهم. وانت كحكومة هل أخفقت في ملف اللاجئين كما أخفقت في ملف الاقتصاد؟ ده برضه سؤال أهم. بس في حلقة النهاردة هنناقش الأهم والأهم، وهي إن اللاجئين شايفين إن لهم حقوق تاريخية في مصر. أيوة، حلقة النهاردة نوع مختلف من الاقتصاد. حضر بقى 50 شاي تكون عيار تقيل لحلقة عيار تقيل، هندق فيها جرس إنذار، وخلينا بدون تهويل أو مبالغة نحط الأمور في نصابها الصحيح المتوازن. حلقة النهاردة رسالة، فنحن في 50 اقتصاد لسنا دعاة فتنة أو تشدد أو إثارة للرأي العام. احنا بننقل رسالة، وزي ما يهمنا مصلحة ضيف مصر يهمنا برضو مصلحة مصر. بس في الأول ليه رجعين. الأول تشوف الحلقة للآخر لأنها مهمة. التاني انك ما تنساش ان اليوتيوب والفيسبوك حاليا بيقيدوا المحتوى الاقتصادي والسياسي وبيقللوا الريتش بتاعه لاعتبارات حضرتك عارفها كويس. فلو لينا خاطر عندك ومن باب التشجيع يا ريت كل اللي بيشوفنا يعمل لايك ويعلق برايه اللي بنحترمه، ويا ريت تعمل علامة الجرس او تفعلها على اليوتيوب وعشان يوصل لك اشعار بالحلقات. لو شايك جاهز هاتوا يلا بينا. انا محمد ابو عاصي وجاي دردش معاك اقتصاد في 50 اقتصاد. كلمة السر وحل الأزمة الاقتصادية في مصر بأسرع وقت هي توفير الدولار. طب ده يحصل إزاي؟ يحصل بحل سحري اسمه السياحة العلاجية. لا يليق ببلد زي مصر تمتلك أكتر من 2/3 آثار العالم إن يكون ده عائدات السياحة فيهم. ومن هنا لازم الدولة تتدخل وتفرض السياحة العلاجية على كل الشركات المصرية اللي ليها أنشطة ممكن تخدم على السياحة بشكل عام. النهاردة أنا بقى جاي لك بتجربة مهمة جدا، واحد من أهم وأكبر مراكز العناية الطبية عندنا هنا في مصر. مركز صيته وشهرته مسمعة بره مصر لدرجة إن في عملاء من جميع أنحاء العالم بيجولوا. هو مركز تشينج مي راعي حلقة النهاردة، متخصص في مجالات التجميل وزراعة الشعر وزراعة الأسنان وغيره والنحت والتخسيس وقصة كبيرة. حضرتك هتقول لي علاقة المركز ده يا عاصي بالسياحة العلاجية؟ هقول لك. مركز تشينج مي القائمين عليه قدروا ينقلوا احدث التكنولوجيات والادوات في العالم في مجالات تجميل هنا في مصر. كمان عندهم مراكز تدريب للاطباء المتخصصين اللي عنده على احدث التقنيات العالميه، وبينقل افضل واقدم واحدث الخبرات. بيقدم خدمه ممتازه وشامله بسعر تنافسي. توسع في مصر وبيتوسع برضه بره مصر، لكن عمليه التحويم وفرق العمله خلاه يقدم افضل خدمه بسعر قليل تنافسي. يعني اللي بتسافر تعمله بره بسعر عالي تقدر تعمله هنا بجوده افضل واسرع وتقنيه اعلى وبسعر اقل. المركز ما وقفش لحد هنا، ده بيتوسع في دول الخليج عن طريق انه يعمل مكاتب تسويق لشغله، يتعاقدوا مع العميل ويجيبوه هنا في مصر يشتغلوا على فكره السياحه العلاجيه معاه. يعني تعالى اعمل لك باحدث التكنولوجيات في العالم وهنا في مصر اللي انت عايزه بسعر تنافسي ورخيص، وفوق كل ده هعمل لك برنامج سياحي تشوف فيه الاثار والمعالم الاثريه الابرز في مصر في الاسبوعين اللي انت قاعدهم هنا في مصر. يعني دعايه كمان ليك في مصر، ودعايه من النوع المؤثر اللي هي مباشره. بره كل ده انا مش بتكلم من واقع كلام الشركه عايزه تقوله باعتبارها راعي، لا حضرتك، ده انا كان ليا تجربه معاهم وعملت كمان اسناني عندهم، وبشيد بنظامهم والتعقيم والنظافه وكمان السرعه والدقه في التنفيذ. هسيب لكم لينك موقع وصفحات وارقام التواصل مع مركز تشينج مي وصف الفيديو واول كومنت. ادخل خد فكره.
نرجع لحلقتنا تاني، وعشان ومن الأول وبكل وضوح أقول ليك إننا عملنا 4 حلقات عن اللاجئين، اتكلمنا فيها بشكل منطقي وعقلاني ومعلوماتي عن كل جوانب الأزمة، غطيناها مرة من ناحية الموضوع ككل، ومرة من ناحية اللاجئين وما يقدموه من أنشطة اقتصادية وأشدنا بيهم واديناهم العذر، وقلنا أهميتهم الاقتصادية، وبرضه كمان إزاي قدروا يخلقوا منافسة، وقلنا عيوبهم. ومرة بقى من ناحية معلوماتية، وهي إيه إن الحكومة المصرية هتقدمه للاجئين في مصر وإيه اللي بتطلبه منهم. وكمان محدش من إخواتنا اللاجئين أنا عايزه يزعل في الحلقة دي، لأن مش هتلاقي معلومة إلا صحيحة، بنقول اللي بيحصل على أرض، مش بندعي على حضراتكم. بس الظاهر إن في حاجتين خرجوا عن المألوف من الضيوف اللاجئين على أرض مصر، اللي على جروباتهم بيدعوا للمواطنة، وإنهم جزء أو إن مصر جزء من أراضيهم وحضاراتهم سلبت منهم على مر التاريخ. وهنا بالتحديد بتكلم عن الأخوة السودانيين اللي ليهم كل الاحترام والتقدير طالما في احترام متبادل. عمليات الضغط والشحن إنهم ليهم حقوق في مصر بدأ يترجم في الشارع بنوع كبير من التعالي في التعامل والبرطعة، وفسرها زي ما أنت عايز، وتجارة وصلت لحد احتكار سلع والسيطرة عليها وفرض أسعار ليها. وكان الدعم وكأن الدعم اللي بتقدمه مصر وشعبها وحكومتها فسر خطأ. كمان بنتكلم عن ملف اللاجئين لأن في دعوات للاستيطان، الناس دي جاية منبهرة بالمشروعات وعمليات البنى اللي بتعملها مصر مؤخرا، والمشروعات اللي بتنفذها مصر وضخامتها، وعملية الإصلاح اللي بيدفع ثمنها المواطن المصري وعايش في ضنك اليومين دول، والحكومة اللي فيه ضغط مستمر عليها من الشارع لتحسين أدائها، برغم إنها فعلا بتشتغل بناء بكم ضخم. وللعلم لو ما كانش فيه هذا الكم الضخم من اللاجئين، 15 مليون لاجئ مش 9 زي ما بيتقالك، كان ظهرت نتيجة أولية للإصلاحات دي. فالناس دي جاية تقعد تستوطن، مش هتمشي. ما هو برضو مصر المستهدفة لو فشل أعدائها يوقعوها بضربة عسكرية وإثارة فتن داخلية، سهل يوقعوا الدول اللي حواليها، وبالتالي تصب عندك ضيوف لاجئين يلتهموا كل موارد التنمية ويكونوا عقبة قدام تطويرك وإصلاحك الاقتصادي. لا، وممكن يكون سبب لتوتر الأوضاع السياسية عندك لو الشعب والشارع رفضهم. ما هو مش منطقي إن المصري يعيش غريب في أرضه. بنتكلم كمان في موضوع اللاجئين النهاردة لأن في تقبض داخل الحكومة المصرية نفسها في إدارة الملف. الأزمة كل يوم بتزيد، الأعداد كل يوم بتزيد، قوانين معاملة اللاجئين العرب بالتحديد لم تتغير من وقت الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، والعربي بيعامل زي المصري ايا كانت دولته، في حين انك كمصري لا تعامل كده في اي دولة عربية. وعندك الكويت كمثال، وده مش تعالي منهم، لا حضرتك، ده حقوق دول. النهاردة احنا بننقل صوت الاقتصاد والشارع للحكومة وبنكشف حقائق. ده دوري كصحافة اكون على يمين المواطن انقل صوت الحكومة واديله وعي، وعلى يسار الحكومة انقل ليها ما يدور في الشارع وانصح. غير كده يبقى هجوم أهوج أو تطبيل أعمى، ودول مش سكتنا. متأسف، حلقة النهاردة هيكون كلامها قاسي زي ما بتتكلم مع حضراتكم، ده بقدر المصيبة اللي بنتكلم فيها، وهيكون كالعادة صريح لدرجة لا تتخيلها، حتى ألفاظها هتكون تقيلة شوية. النهاردة أنا بكلمك عن اللاجئين كورقة للإيقاع باقتصاد مصر لضرب نسيجها الاجتماعي، اللاجئين كمؤامرة لتهديد مستقبل مصر. ناس بتقولك ليه حق في مصر، محدش هيزايد على مصر ولا المصريين في احتضان اخواتنا واشقائنا ضيوف مصر اللاجئين على ارضها، اللي بسبب ممارسات انظمتهم السياسيه اللي بالمناسبه كان فيهم انظمه شديده العداء لمصر انهارت بلدهم، فبالتالي خرجوا لامن مكان في الدنيا مقارب منهم مصر اللي بتدفع الثمن كل يوم. وعشان تحقق الاستقرار ده حضرتك ما فيش حاجه مجانا، كمان ما حدش يقدر يزايد على معاملاتنا كمصريين لاشقائنا اللاجئين على ارضنا باحترام وتقدير وتضامن واحتضان. واعتقد تاريخنا من 2010 على الاقل لو فاكرين، وقبل 2010 يشهد بكده. احنا مش زي الاتراك مثلا اللي ممكن يعتدوا عليك في الشارع هناك لمجرد انك زائر للبلد، في حين ان المصريين في الخليج اللي بنكن ليه والاهل والشعوب وحكوماته كل الاحترام والتقدير كانوا بيعاملوا المصريين اللي الخليج طلبهم لبناء الدول هناك وتخطيط العواصم وإنشاء المشاريع والتدريس هناك، كانوا بيعاملوا من جانب البعض تاني، البعض مش كل الإخوة الخليج، أسوأ معاملة. برغم إني مش رايح أتسول، أنت اللي طالبني، أنا رايح أشتغل، رايح أبني ليك، أعمل لك حضارة. ومن قريب بعض الحكومات الخارجية في فترة توتر الأوضاع في مصر من سنة 2011 تأمرت على مصر، وفيه اللي طلب وديعته، وفيه اللي قال ان مصر بتتسول وشعبها بيشحت. مصر اللي كانت بتبعت الكساء والطعام لاهلنا في الخليج، بس ده تاريخ المفروض ما ننساهوش.
بس لما بعض شعوب الخليج اعترضت على الدعم المالي لمصر في أزمتها، الدعم الزيادة المفتوحة يعني، أو الدعم بشكل مفتوح، برغم ان الدعم كان مقابل مصالح ومواقف سياسيه، لكن عايز اقول لك ان الشعب الخليجي ده لما اعترض كان عنده حق. ليه؟ لا ينبغي لاي نظام سياسي بيحكم بلد انه يفرط في مقدرات الشعب ولا ثرواته، اصلها ملك الشعب والاجيال الجايه، مش ملك نظام حاكم. معلش، اصل ما نرضاهوش على نفسنا ما نرضاهوش على غيرنا. وانا هنا اتكلم عن الشعب الاماراتي بكل وضوح، لما جه فتره من الفترات اعترض على عمليه الدعم عمال على بطال، وليهم كل الاحترام والتقدير طبعا. أزمة اللاجئين في مصر لها شقين، شق اقتصادي وشق اجتماعي. لو جينا للاقتصادي اللي هي نتائجه بدأت تظهر وقتي، أنا عندي أزمة، لأن بلد خارجة من عهد سياسي ضيع عليها فرص كتير وثورات وعدم استقرار سياسي وأمني واقتصادي، وعلى ما بدأت تاخد مكانتها الطبيعية وتبدأ إجراءات إصلاح اقتصادي حصل لها غزو نتيجة مؤامرات سياسية أسقطت الأنظمة اللي حواليه. وعشان ألاقي عندي 15 مليون لاجئ وأكتر تاني واكتر، مش 9 مليون زي ما هو معلن. حد يقول لك انت مكبر الموضوع ليه يا عصر؟ صحيح مكبره ليه؟ جاي لي 15 مليون بني ادم محتاجين اكل وشرب وعلاج وحمايه ومسكن ومتطلبات اقتصاديه، شغل وغيره. مكبرينه ليه فعلا؟ 15 مليون شخص باخلاق مختلفه وصفات مختلفه، فمش عارف ميولهم وخلافاتهم السياسيه ايه وايديولوجياتهم الفكريه ايه، وهيزرعوا ايه عندي؟ الناس دي هتزرع ايه في البلد؟ مش عارف. 15 مليون إنسان بدأوا يتواجدوا من 2010، سوريين، ليبيين، يمنيين، وضيف سودانيين وإريتريين وغزاويين، وسيب القوس مفتوح، ما بيدفعوش حاجة من 2010 وبياخدوا دعم زي حضرتك بالظبط، نفس الخدمات بنفس التسهيلات من دولة بالكاد بتمشي. اقتصاد على تكة وينهار، عشان نكون واضحين بس. خد بالك لو 35 مليار بتوع راس الحكمة كانت مصر عطلت اقتصاديا، مش قرض الصندوق. قرض الصندوق ما عملش حاجه، لسه ما خدناهوش، فلوس رايحه ليه؟ هتعمل بيها ايه؟ مفيش. عشان بس نكون واضحين، فلوس الصندوق رايحه ليه تاني مره تانيه. 15 مليون لاجئ الدوله اللي بتدعمهم من 2010 لما طلبت ان معاملتهم تبقى في البنوك رفضوا. طب بيدفعوا مصاريف الاقامه اللي هي 2000 دولار؟ لا شكرا مش دافع. وللحق فيهم ناس دافعه، لكن فيهم كتير بيأجل. 15 مليون لاجئ سبب رئيسي في التضخم وارتفاع الاسعار، لان المعروض قليل من السلع كان على قد المصريين. فخد عندك ارتفاع اسعار في كله، اكل وشرب ومسكن وعقارات وايجارات وعربيات، وما بيدفعوش ضرايب. الناس اللي بتعمل فيهم انشطه مش ملتزمين بالضرايب. كل حاجه زادت اضعاف الاضعاف. 15 مليون لاجئ شغالين في السوق السوداء، ما احنا كمصريين او بعضنا كمصريين علمناهم فسبقونا وكانوا سبب في الانتكاسه الاقتصاديه الحاليه، وبقوا تجار كبار في السوق السوداء دلوقتي، وبيعملوا خطط لعوده السوق السوداء مره ثانيه، وبيتاجروا في ملايين الدولارات المهربه ومال سياسي وقصه كبيره حضرتك. ولو قلت مليارات الدولارات مش هكون ببالغ، يبقى انت عنصر اساسي في ازمه الدولار اللي كانت بتهدد وما زالت بتهدد كيان مصر واقتصادها واستقرارها. سوق الصرف والبنك المركزي، ما اللي هناك بيبعت ليه دولار على هنا وهو هنا بيتاجر. 15 مليون لاجئ شغالين على الاقتصاد الاستهلاكي، محلات بيع الشاورما والاكل والمفروشات وبيع العربيات، ودي ليها قصه. ما بيرضوش يسجلوا العربيات باسمائهم، خد بال حضرتك، وعشان ما يدفعوش لا ضريبه على البيع ولا رسوم تعامل عليها باعتبارك اجنبي. وعندي حالات كده، يعني المصري ممكن، بقول ممكن، يقدم لك سندوتش ملوث، السوري يعني ياكل عينيك قبل ما ياكل ايديك مثلا، ومش كله برضه عشان اكون واضح. فالناس دي عرفت تلعب على نقط الضعف عند التجار المصريين وقوتها، فبالتالي كسب عن التاجر المصري. لكن في النهايه في ناس اتضررت وقفلت وروحت. فانت كده رفعت عليا السعر وخلتني تحت رحمتك في البيزنس اللي بتقدمه ليا. الامن المصري قبض على السوريين بتهمه الاتجار في مخدر الكابتاجون. عملنا حلقه كمان عن الذهب، محدش شافها كتير، اللي بيهربوا عن طريق الحدود كميات كبيره من الذهب المصري او الذهب السوداني، وخد عندك ذهب مغشوش وغير مغشوش وقصه كبيره. انت كده بتنفخ الاقتصاد وتديله اكبر من حجمه. كان زمان المصري بيتجوز في شقه ايجار على قد الايد، على الامور ما تستقر ماديا ويقدر يحوش ثمن شقه تمليك. دلوقتي الايجارات رفعت اضعاف، احنا بنتكلم بس 15 مليون لاجئ شخص قادرين يغيروا السوق في ساعه، دول اغلبيه حضرتك. رفعوا اسعار الايجارات، بقينا نشوف ال 20 وال 15 الف ايجار في شقق في الاماكن الشعبيه والمناطق الشعبيه، خد بال حضرتك. ودي مش اسعارها بعد ما كان سعرها كام؟ 2000 جنيه، ده غير بقى المحلات اللي ضربت اضعاف الاضعاف الاضعاف.
دخول المصريين ما تتحملش الرقم ده، لا، وفي ناس في المناطق الشعبيه بيرفضوا الجنيه، بيقول لك لا، ناخد الايجار بالدولار. وبيني وبينك حق المصري، لانه مش ضامن السوق بكره، فشايف الدولار الامن حتى لو سعره نزل. تخيل بقى انت كمصري هتنافس ازاي على ايجار ب20,000 ولا حتى بالدولار في المناطق الشعبيه، لا، والشقه فيها يجي 50 واحد. تعال بقى على التمليك او شقق التمليك، وشركات العقارات ما يهمهاش غير انها تسوق منتجات وتبيع وحدات سكنيه. الشقه اللي مقبوله بقى يبدا سعرها من 7 مليون جنيه، واللاجئ قادر يدفع حضرتك لانه معاه ذهب ومعاه دولار. وده مش عيب الشركات بتستغل الموقف، لان لو ما استغلتوش هتفوز بيه الشركات الاجنبيه اللي بتبني هنا في مصر. لكن ده عيب حكومه مش قادره تقنن وضع لاجئ او مقيم على ارض مصر. انت اللي سمحت للمشكله انها تكبر بالحجم ده. في حاجه مهمه كمان، انهم بيشتغلوا بعض والاولويه لابناء جلدتهم مش للمصري. فانت عندك مصري بيتم تحييده من السوق، وده بيعمله او ده بينفذه فعليا السوريين اللي جم مصر من 2010 بيطلبوا المساعده من اخوانهم المصريين، ودلوقتي بشكل او باخر بقوا من اصحاب البيزنس وبيسيطروا على اسواق. ويا ريت كمصريين نتعلم منهم التضامن ونطبقه بينا، ونتعلم منهم كمان التطوير في شغلهم. هم مش بيستغلوا بعض، فيا ريت احنا كمان مش نستغل بعض. مش عيب نتعلم منهم، العيب اننا نسلم ونخسر في معادله الاستحواذ على اسواقنا. دي كارثه كبرى. بيعرفوا ازاي يبيعوا. وللعلم مفيش لا اتحاد اوروبي ولا غيره بيدعم مصر باموال للصرف على اللاجئين. وعشان بس نكون واضحين، مصر اكبر دوله استقبالا للاجئين في العالم، وبتحمي حدود الاتحاد الاوروبي من ال 15 مليون اللي كان المفروض يعدوا البحر. تكلفة اللاجئ الواحد على مصر مش أقل من $100 شهريا. الأرقام المعروضة أكتر من كده، بس أنا جبت لك أقل رقم عشان بس نكون واضحين. ده طبعا دعم وخلافه، ودي أقل حسبة زي ما قلنا، بغض النظر عن دقتها من عدمه، لأن أنا بتحدى حكومة مصر تعلن العدد الحقيقي للاجئين، لأنها ما عندهاش إحصائية أصلا. الناس داخلة تهريب. كل ده بتكلم في الناحية الاقتصادية، وكده ما وفيناهاش. سيبك منه او سيبك من النقطه دي وتعال نشوف الجانب الاجتماعي، وده بيشمل المعاملات الاخلاقيه. مؤخرا حصلت خناقات وخلافات كتيره بين مصريين وضيوف لاجئين على ارض مصر. كمان بقى في حوادث عنف، ده غير انشطه اجراميه. والاهم من كل ده حاجه اسمها التركيبه الديموغرافيه للسكان. دي حاجه مهمه جدا. يعني ايه؟ يعني الناس دي بتتكاثر وتتزاوج في الوقت اللي مصر بتطلب من مواطنيها تنظيم النسل. الناس دي منبهرة باللي بتقدمه مصر من مشروعات، فقاعدين لك وبيروجوا انك جزء من حضارتهم وليهم حقوق تاريخية هنا. وفي صفحات منهم بتنفخ في النار دي، بتغذي الروح دي عندهم، وبتصورنا ان احنا اللي سارقين، وان آن الاوان الحق يرجع لاصحابه. الناس اللي بتتكاثر دي بيفرضوا عليك عاداتهم وتقاليدهم، عاملين مجتمعات مغلقة عليهم وبيفتحوها في الوقت اللي هم عايزينه. هيندمجوا في المجتمع المصري، وممكن يمسكوا مناصب ويتجوزوا من المصريين في يوم من الأيام، ويأثروا عليك وعلى قرارك. وممكن يكونوا أو يكونوا عرقيات زي الأكراد مثلا ويطالبوا بحقوق معينة. كمان جايين بثقافات مش لطيفة. السوريين مثلا عندهم الطوائف الشيعية، العلويين والسنة واليزيديين وغيرهم. وكده يبقى بقى قدرت انك تزرع فتنة جوه الشارع المصري ما قدرش حد يزرعها قبل منه، لا بالسلاح ولا بالدبابة ولا بإخضاع مصر وتركها. فدي كارثة لازم ناخد بالنا منها. مفيش مانع نستقبل اللاجئين، بس بحدود. الحكومة المصرية طلبت من كل واحد يقنن وضعه ويدفع $2000 في السنة، وده رقم ضعيف قدام انك تلاقي وطن آمن. ناس كتير بترفض حتى الآن التنفيذ، برغم ان الحكومة المصرية بتعلن ان في ضعف في الموارد، برضه بتعلن ان مصر مش هتتدخل بترحيل اللاجئين. وده احنا مش بنطالب بيه اطلاقا. الشارع طالب رقابة على أنشطة وتواجد اللاجئين، وإنهم يدفعوا رسوم الإقامة ويساهموا في عملية الإصلاح الاقتصادي البلد هم عايشين فيها وبينتفعوا بخيرها. ولو مصر ماسكة للاتحاد الأوروبي ورقة اللاجئين كورقة ضغط، فأحب أقول لك إن الورقة دي وصلت للمرحلة اللي تحرقها، خاصة لو عرفت إن عمليات تهريب اللاجئين لداخل مصر ما زالت موجودة. لسه بيدخلوا عندك وبأعداد. ويا حكومة، وأنا عارف وانت عارفة انك بتسمعي، وجميل انك بتسمعي، في غليان في الشارع المصري من اللاجئين. حلوا المشكلة دي او على الاقل قننوها في القريب العاجل جدا. الخلاصة قدام الخسائر الاقتصادية المهولة اللي بتتحملها مصر في ملف اللاجئين، محتاجين نغير كتير من القوانين، خصوصا في قطاع الضرائب العقارية ولوائح سوق العمل ومكافحة الاتجار بالعملة. خد بال حضراتكم، دول 3 أنشطة مهمة جدا.
من ناحية تانية لازم وزارة الخارجية تمارس ضغوط أكبر وأكبر وأكبر على الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية ودول الاتحاد الأوروبي وكمان جامعة الدول العربية عشان يساهموا في فاتورة وجود اللاجئين على أرض مصر. بس كل ده مش معناه إن أي مواطن مصري من حقه إنه يتعامل بشكل غير لائق مع ضيوفنا من اللاجئين مهما اختلفت جنسياتهم. وللعلم المصريين مش كده، احنا جدعان وكرم لآخر جنيه في جيبنا زي ما قلت قبل كده، معانا أو ما معناش، يكشي بس هي الظروف. وفي نفس التوقيت أي لاجئ يسيء للبلد إلا أوياه وعايش من خيرها لازم يترحل بدون مناقشة. والأهم خلينا أقول لكم زي ما نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام أوصانا بأن خير دينار ينفقها الرجل هو على أهل بيته مش بيت أخوه. أشوفكم على خير.